كيفاش تشوف فيا؟ يلا انت قول الصراحه، شتي شنو اللي كان تيعجبك فيه؟ كل شيء. ابدا ما تخرج الكلمه الخايبه. عندي واحد المشكل كبير. شنو؟ كنتمنى انني نستطيع ان نتغلب عليه شنو هو؟ ما عرف كيفاش، حيت حجمانه نقولها لك. لا راحه ديالك هي الاولى. كنت قلت له ولا حياء في الدين. ماده دايز. سمعنا تزوجتي باللي انتينا صغيره، واش قدرتي تفرقي ما بين التمثيل والمدرسه والزواج؟ انتينا عندك 18 عام. انا ما غاديش نكذب ونقول لك صعيب. هذا راه ماشي شي هضره غير ديال هكا، ديال اللي خصنا ديال الواقع. طلبوك للجواز اللي كتقول ما تضخمهاش، ما كاينلاش. حيدتي داك الملابس بويض وجاو الناس وطلبوك للزواج وعندهم اوتيلات وعندهم الخير وعندهم هادشي هذا باش يموت الراجل بواحد الفتره صغيره ويجيو 4 الناس. راه ما جاوش حتى دوك البنات الشبابيين دابا ما جاوش. انت اسمح لي تتكلم كتكلم بهذيك العقليه. الافلام ديالك وفي التمثيل وفي الناس تيقول لك انتينا فيك الكبرانيه. كيفاش باش تحسي انت؟ اش ما فكرتيش تغني انت؟ وبحب الناس الرايقه. امل سمار، مرحبا بك برنامج دودو في اي بي ونهار كبير هذا وشرفتينا وشرف كبير جيتي عندنا اليوم. اولا الله يشرف بك، وثانيا راه حتى انا اللي فرحانه بزاف لانني معكم هنا وفي طنجه العاليه وشايل لها طنجه العاليه والناس ديال طنجه العاليه. مرحبا نورتيها. ربي يخليك. الله يفرحك. منوره بماليها تبارك الله عليك. الحمد لله. نعرفوك تبارك الله عليك فنانه كبيره وقديمه في التمثيل وخليتي البصمه ديالك خليتيها في هذه البلاد هذه في التمثيل. عاودي لنا على الطفوله ديالك وكيفاش بديتي وكيفاش شويه من بزاف، اما راه تبارك الله الا جيتي تعاودي راه خصنا 7 سوايع. لا اولا شكرا، ولكن بغيت نقول لك يا اي واحد كيكون عنده واحد الموهبه في اي مجال الا كتكبر معاه من الصغر، بالاخص الفنان بحال كيخلق معاها. نقدر نقول لك واحد الطفوله كلاسيكيه، ولكن كنت محظوظه لانني في المدارس واحد النادي كان عندنا في سلا مشهور سميتو نادي الطفوله الشعبيه، اللي كانوا عندي الاساتذه ديالي كبار اللي غنبقى حياتي كلها وانا فرحانه وكنشكرهم. اللي باقي عايش الله يعطيه صحيحته، اللي مات الله يرحمه. انا ما كنت صغيره ما عاقلاش، ولكن قالوا لي من بين الاساتذه ديالي الكبار كان المرحوم دريس بن زكري اللي كان داك الساعه في الخميسات. كانوا الناس المسرحيين سي البلعيسي اللي كيجي من تازه راه معروف مسرحيا، سي محمد مسكين، جمال التخيسي. هادو اسماء مغربيه وكتمثل المغرب على واحد نيفو عالي بزاف. ودخلت للتلفزيون، هذه هي المهمه، في واحد البرنامج ديال نادي الصغار. عمري 10 سنين. 10 سنين تبارك الله. وبقيت فيه 3 سنين وانا كنشتغل في ذاك البرنامج. عندي فقره وفرقه ديالي اسمها فرقه امل، كانت معايا اختي وكانوا معايا البنات اللي تيقراو معايا، وكنا كنديروا واحد ابداع على حسب السن ديالنا من ناحيه تصميم الرقصات اللي كيتسمى دابا الكوريغرافي وداكشي. حنا كانت عندنا بالفطره، حتى من اللباس كنخيطوه في الدار. يعني كانت عندنا يمكن حيت ما كانش هادشي الانترنت، ما كناش تالفين، يعني كنا كنخلقوا واحد المجموعه ديال الانشطه اللي حنا كنشغلوا بها راسنا، وداك الشيء كان جميل. وكنتمنى لو ان ترجع ديك الطفوله، ماشي ترجع، نكبروا ولادنا يحسوا بالطفوله ديالهم بعدا، اولا يعيشوا ديك الطفوله، ماشي غنقول لك ديالنا ولا ديال اللي قبل منا ولا ديال. لا دابا الطفوله ولات في التليفون، تيعطيوها التليفون تيتكلم. لان حنا على حسب العقل ديال الانسان العقل ديالو كيتطور على مراحل ديال السن. هذاك الطفله الصغيره باقا خصها تلعب بالمونيكا، باقا خصها تلبس الصباط ديال ماماها الكبير، باقا هذاك الوليد باقا تيبغي يلعب بزاف. مثلا نفتح واحد القوس، ما عرفتيش واش في طنجه كتقولوا هذه الكلمه ولا لا. كنا في العيد الكبير كنديروا غرايمه. شنو هي؟ كيشريو لنا والدينا، راه كنقول لك 8 سنين 9 سنين ماشي كبارين.
كيشريو لنا الطاجين الصغيور، هذا البرماد الكسكسو صغيوره، داكشي كلشي ديال سميتو، وكيعطيونا حتى حنا الطريفات د اللحم، حتى حنا كان ماشي كنشعلوا العافيه، ولكن كنطيبوهم وكنعطيو لهم هما كيطيبوا، وكانت واحد المتعه عجيبه. وانا هادشي خديته، هذيك الاسره اللي انا عشت في مدينه سالا، خديت بزاف ديال هذاك الشيء ديال التقاليد وكبرت بها. ماشي تنحكم عليها من دابا، ولكن ملي كنا صغار مع احترام كبير، وداك الشيء اللي جسدناه في المسرح. دخلت المسرح الهوات فرقه السي عبد المجيد فنيش، الله يعطيه صحيحته، خديت جوائز كثيره في المغرب وخارج المغرب، وداوني للتلفزيون وفرقه المسرح. وانا عندي 16 عام 17 عام، لقيت راسي مع العمالقه المسرح، السي محمد الجام، الانزهار الكراكي، تبارك الله، فاطمه الكراكي، ملكه، هادو الجيل اللي قبل مني، واللي تعلمت منهم انا الشيء الكثير. وحتى التلفزيون بالموازاه مع المسرح خداني بزاف. التلفزيون ما نقولكش نقدر نذكر لك يعني بكل تواضع بزاف ديال الاعمال، ولكن باش ماشي غنختم غير باش نوضح موازاه مع الدراسه ديالي. سمعناك تزوجتي باللي انتينا صغيره، واش قدرتي تفرقي ما بين التمثيل والمدرسه والزواج وانتينا عندك 18 عام؟ ايوا هذيك كانت مسؤوليه كبيره، لان الوالده الله يرحمها كانت دايره، كانت ملي حنا صغار انا واختي، وهي ملي كنطلبوها نديروا شي حاجه ولا عرفتي ديك الساعه كنبغيو نديروا بزاف د الحوايج، وتتشدوا الباك ديجا بقينا محصورين في هذيك الباك تناخذوا ديك الشهاده. من بعد ملي طلعت في السنه الاولى يمكن ولا الثانيه في الباك، انا خديته في 17 ونص، يعني 18 سنه وانا في الكليه. هي هذيك فاش تعرفت على الزوج ديالي، و انا ما غاديش نكذب ونقول لك صعيب، انا ما نقولكش راه صعيبه، لا، لان الا كانت عندك اسره كتشجعك ومتفاهمه وكتنصحك، هذا ديجا واحد الطرف تحيد عليك. شوفنا كنتينا فنانه ما تتعصبيش، شنو السر ديال هادشي؟ السر ديال هادشي شنو هو ما تكبرش المساله. شنو هو ما تكبرش المساله؟ ايوا زعما الموضوع ما تكبروش، شي حاجه ما تضخمها كي كتقولوا، ما تضخمهاش، ما كاينلاش. نلقى دائما الحل الوسط والضحكه وصافي. يقول فايته ماشي داك الليل، لا وقال لي خصني نقول له، ودار معايا وخصني ندير له من حنا داك السيف هذا لا خويا اللي بغى يربح يسوق الترين. انا كتعجبني داك الاغنيه ديالاش، غنيها لنا. نغني وبحب الناس الرايقه، عرفتي ولا ما عرفتيش؟ انا نقولها الكلمه، بحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقه انا لا ماليش في دول. تي راسك الصوت عندك جامد. اش ما فكرتيش تغني تنتينا في الوقيته ديالك؟ انا درت المعهد ديال الرباط وعملت الرقص الكلاسيكي، لاننا كنا كنشتغلوا في دول اجنبيه وكنا كنعملوا ملحمات راقصه واستعراضات، ومشى هذاك الاتجاه في التمثيل يعني كان بزاف ما يدار، لكن انت خصك تعرف كيفاش تجيري الوقت سيتو. المهم ونسي راسك واحد الايام وما ما 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 والله باقا ديما مونسه راسي، ديما مونسه وديما تنتعلم. شنو اللي تشوف في راسك باغا تبدلي؟ لا ما نبدل، لا منخار، لا داكشي هو هذاك، ما عندي، ما كنخاف، انا خوافه. اش غنبدل؟ عندي واحد المشكل كبير. شنو هو؟ كنتمنى انني نستطيع ان نتغلب عليه. شنو هو؟ ما عرف كيفاش، حيت حشمانه نقولها لك. لا راحه ديالك هي الاولى، ولكن غدعيو معايا ان شاء الله غادي يسهل مولانا، هي نبدا ندير الرياضه صافي. هذا هو المشكل كبير. هذا هو المشكل الكبير. تمشي تنتقيد في شي كلوب وتندخل تنبدا نهز الصاك زعما بحال بصح وصافي، وعلاطوني وكنمشي تندير شي 3 المرات ولا 4، وما عرفتش يوقع ليا، والله ما عرفت شنو تيوقع ليا. العين وصافي. عزيز عليا الحركه، انا الحمد لله حتى من الذات ديالي يعني ما عنديش مع
زعما الغلط حتى في الماكله تحترمي وداك الشيء. قوانين. المشي راه تنتمشى الصراحه، غير باش زعما ندخل ما عرفتش انا علاش اخويا دو ندخل انا زعما لاصال وداك الشيء. الراس ديالك عامر وصافي. ما عمر والو، واش غيعمر خاوي. لا انا كاع ما كنعمر، انا الساعه بساعتها كنعيشها، اللحظه بلحظتها، والباقي يفرجها مولانا. مالي خويا انا غنبدا نصدع راسي، كنهز يدي للسما وكنقول يا ربي تسهلها والخير يجي من عندك، فهمتي؟ تبارك الله. وطلقها في يد الله صافي. قبل الله يرحمه ويوسع عليه المرحوم، عاودي لنا عليه شويه. انا شكون هو المرحوم وشنو اسمه؟ وخا فكرتك في واحد. لا 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 هو ديما معايا، عايش معايا، ما كاين مشكل. انا حتى حاجه ما كدوم قدام الله سبحانه وتعالى. واخا دابا الناس كيشوفوا الابتسامه على وجهي، وكان عشت واحد الفتره ديال الحزن واعره بزاف. كنشكر الناس اللي وقفوا معايا، وكانت الوالده ديالي الله يرحمها كتحس بيا شي حاجه ماشي هي هذيك، كتقول لي هضري قولي شنو كاين، فرجي هذا. نو كنخلي داك الشيء ديالي عندي، ما كنقول ما بلا ما نشطر الناس ولا هذا نتقل عليهم. وهذا الحزن ديال الوفاه بطبيعه الحال. ورك رجل طيب سميتو مصطفى، رجل طيب الله يرحمه، انس دروي مثقف. شنو اللي كان تيعجبك فيه؟ كل شيء يعني كان مثقف، كان متفهم، الرجوله، تيقدر المراه. هذه هي وحنا عندنا جوج البنيتات. شنو هي تقدر المرأة؟ تحترمها تحترم المرأة، وتعرف بلي حتى هي عندها رأي، وتنتقاسموا المشورة بيناتنا. ماشي سي السيد، ماشي غير هو اللي تيحكم ولا المرأة اللي تتحكم. خطأ كبير كبير كبير. كيكون واحد شويه ديال كتكون نقاشات بطبيعه الحال، كتكون هذا، ولكن احترمنا، درنا واحد القاعده هي انه ملي يتقلق الواحد الاخر يرتب، وهكذا كنصلحوا. وابدا ما تخرج الكلمه الخايبه من الراجل للمراه ومن المراه للراجل، رغم ما عرف شنو يكون. وحتى ولادكم تيكبروا كيشوفوكم محترمين، حتى هما تيعيشوا محترمين. انا هو الله يرحمه كانت فيه جميع هاد الصفات، وكنا ديما تنقراو بجوج، تنقراو يعني نطالع الكتب، وكنناقشوا في البرامج الثقافيه اللي في التلفزيون، في هذا. وملي كيكون عنده شي عمل متفهم، انا بعض المرات كنبغي نخلق المشكل، تنقول لا غنتعطل ولا غنسافر، تيقول لي لا هذه طبيعه المهنه ديالك، خدمي كذا وكذا. كنترحم عليه كل نهار. تبارك الله عليك. وكنقول سمعنا باللي راكي غادي طلبوك للزواج. حاجه ما كتخبى ياك، طلبوك للزواج، حيدتي داك الملابس بويض وجاو الناس وطلبوك للزواج، وعندهم اوتيلات وعندهم الخير وعندهم هذا الشيء هذا. اولا زعما الناس اللي كيعرفوني كيعرفوا بلي انا ماشي ماده دايزه. يعني اولا هذا راه ماشي شي هضره غير ديال هكاك، ديال اللي خصنا ديال الواقع، اللي كينعم عليك الله بصحتك، اللي كي كنقولوا حنا بالدارجه المغربيه بلا تفلسيف مستور، اللي كنقولوا عطاك الله حقك في الدنيا، لان الكمال لله. ما يمكنش شي واحد يجي يقول لك راه انا عندي كل شيء ولا خاصني كل شيء، لا، الكمال لله. وغير كنكملوا داكشي اللي عندنا، كنكملوا به داكشي اللي ناقصنا باش نخلقوا السعاده. ماشي فلسفه، هذه غير واحد النوع من الحكمه. حزنت كثير على الزوج ديالي، باقي الان تنحس به كاين معايا. الموضوع الزواج انا تنخمم كيفاش نجبد معاك هذا الموضوع، لان بقى انا براسي ياك جاو خطبوك. تعرفت شحال من واحد جا خطب غير دابا كيف هذا الفتره ديال عامين مات الراجل؟ شحال خطبوك من واحد؟ تكذبيشي عليه. لا انا الحاجه الوحيده اللي بقات لاصقه عندي هي انني يلاه حيدت العده ديالي ديال 4 شهور و10 ايام. باقي كنعقل، كانت نهار الجمعه ودرنا كسكسو، لان كيجيو الناس من العائله وداك الشيء تيقول لك الحمد لله على السلامه، الله يرحم المرحوم كذا كذا. السبت الحد
جاو عندي شي ناس، الاخت ديال هذا السيد هذا، وجات حيت كيجيو الناس تيقول لك الله الحمد لله على السلامه وهذا، وانت قلت له ولا حياء في الدين. قلت له شنو الحياء؟ ها كيفاش وها كيفاش الاخ ديالي وهذا. ماشي غنقول لك انا عندي الحق ولا انا محقه ولا انا مزيان داكشي اللي درت، ماشي غلط هادشي اللي تنهضروا فيه دابا. ماشي غلط، راه حشومه اللي تنمشيو نحكموا على المراه انها تيموت لها الراجل انها ما ديرش حياتها، او لا الراجل تنحكموا عليه ما يديرش حياته، لان الله خلقنا هكذا. هذه الحياه، هذه السنه، هذه كما بغيتي تحسبها، فهمتي؟ الا كان كلشي في شرع الله وفي حلال يلا ما كاينش مشكل، غير حنا الانسان ضعيف. الحزن تيبقى. وكي مع الناس اللي تعرفوني تيقولوا لي، حيت كنقول لهم تسمعوني شنو نقول لكم، هو هذاك الراجل عشت معاه سنوات جميله وكان كيبغيني وتيتفهمني وما عمره ما تيدير لي لي باطون دون لي غو، عمره ما كيدير لي العرقله ولا شي حاجه. خف بحال فيا شي خوف زعما مع شي واحد، زعما جو سي كو انا غلطه، ما بغيتش نعمم، شي بحال فيا الخوف صراحه. ولا كانت شي علاقه ما كنركزش على الماده. انا نو با دو تو. انا عرفتي شنو هو ليكزامبل ديالي ديال حياتي اللي شنو ولا تيقدر يفرحني انا بزاف، هو السفر. تنبغي نسافر والناس لو كونتاكت مع الناس من كل الاعمار. انا دغيا كنتاقلم مع الناس وكنهضر. دابا ما نعرفكش نمشي للدار مع الوالده عندك مثلا بحال كنعرفها من شحال هادي. كنبغي لي كونتاكت اومان، الناس بيناتنا تكون الموده وتكون المحبه، ونخليو فين يدوز الماء وفين يدوز الخير وفين تكون ديك المحبه ايوا. وكاين اللي سؤالك صحيح حرجتيني، ولكن نو ماشي مشكل. نقول لك دابا شي 4 الناس اللي جاو خطبوا. 4 بحال اللي مازال عندك 18 عام. انا ماك اخويا، انا باقي عندي 18 عام في عقلي، باقي هذا كيفاش تشوف فيا؟ يلا انت قول الصراحه، شتي كيفاش نشوف فيك؟ لا نوصيك، انت صغير عيش بالشباب بقلبك. الشباب قلبك. دابا انا ماشي زعما تتباني لي كبيره، لا ما عنديش انا ادنى مشكل في هذا الشيء. باش يموت الراجل بواحد الفتره صغيره ويجيو 4 الناس، راه ما جاوش حتى دوك البنات الشبابيين. دابا ما جاوش. انت اسمح لي تتكلم دودو كتكلم بديك العقليه الرجوليه اللي قلت لك كتقبطوا المراه غير شتي كاع يموت لها مسكينه الراجل وهي عندها 35 ولا كاع حتى 40 اللي سي غيان دي تو. راه صافي كنقولوا لها صافي ساليتي حقك من الدنيا. راه وشوف هادشي راه شرع الله، حلو الله. فهمتي كيفاش حنا تنفكروا بالطريقه. وهادو كاملين اللي جاو مغاربه، اللي جاو عندك 4 جاو عندك مغاربه؟ جوج سالي انت غزاله مع راسك، الله يسلمك. القلب ديالك غزال، ناس زوينين ومفتحه وتبارك الله عليك. ولكن ما عارف واش غادي نبدل الراي ديالي. ماشي نكذب، انا ما تنبغيش انا نكذب ونبدا نقول لك لا اليوم ولا، حيت من تنبدا عاوتاني نفكر تنقول الحمد لله تفرقت انا وداك الراجل على خير، الحمد لله. يعني ماشي بيناتنا شي حاجه خايبه ولا هذا داه الله. عرفتي شنو هي داه الله؟ الله احسن مني واحسن منك واحسن من الجميع. الحمد لله الحمد لله. الافلام ديالك وفي التمثيل وفي الناس يقول لك انت فيك الكبرانيه، حيت حنا كنعاودوا نرجعوا لواحد هذا الدور اللي كتأديه. وهذه الله يعطيك صحيحتك على هذا السؤال، تبارك الله عليك. ما نحكموش على المظاهر. كنت تنصح شي واحد قول له خويا ما تحكمش على المظاهر. وعلاش هذاك الولد انا غادي نظلمو ونمشي نحكمو غير على قال شي كلمه غادي ندير ليها انا عليها ستوري. لا ولا انت دابا داك تيبقى تمثيل. هذاك تيبقى تمثيل، ماشي هذاك تيعطيوك دور التمثيل. واحد الدور كيخصك يوصل للناس بالصدق، يعني يكون هو هذاك الشخصيه. انت تتخلقيه بديك الشخصيه نيت. ايوا راه تنخدموا عليه وتنشتغلوا عليه، تبارك الله عليك. ايوا كنتمنى انه تكون ادوار متنوعه مختلفه. راني درت حتى التمثيل الاذاعي، تبارك الله. شنو هو التمثيل الاذاعي؟ هو انك كنمثلوش الا كنتو كتسمعوها في الراديو، كتسمع تقدر بحال دابا واحد المسلسل اذاعي سميتو سياره بالمحنه،
مثلت جوج الادوار، مثلت دور الام والبنت وانا عندي شي 22 عام. مثلت لاله من هنا اللي هي الام، و ميم طون راكبين في سياره غاديين في واحد السياره وكيدوروا في المغرب وتتوقع لهم بان ديال ليسونس كيمشيو لشي وطن ما تيلقاوش البيت عامر بحال لوطيل عامر مثلا مشاكل. سميناه سياره في المحنه، وانا دايره الدور ديال الام والبنت، حيت الام والبنت هو اللي راكبين في الطوموبيل وما يمكنليش نعاود لك شحال صعيب. انا ملي كيجيني الحوار ديال الام نقول واه خلاص ومالكم على هاد الصداعات ملي كتجي الدور ديال البنت وماما عافاك ماما وصافي وغير وسعي خاطرك مع بابا وما تبقاش عافاك تتابزي معاه tu vois دونك سي با فاسيل ماشي ساهل. وتعلمنا في الدبلاجه اللي ما كتهضروش عليها بزاف. شنو هي الدبلاجه؟ هي دير الصوت ديال الهندي ولا المكسيكي ولا ما عرف شكون هو. ومثلت انا فيلم بولوني والله خويا ملي مشيت انا البولونيا نتفرج في البريمير تحاول لي راسي بولونيه كيفاش ضبطوا على الحركات ديال الفم، كيفاش ضبطوا الحوار بحال كتكلم انت داك اللغه. ايوا هذه راه كلها مراحل اللي خصنا ندوزو منها، هذه هي المتعه. ماشي غير انا وقف انا في التلفزيون نبقى نمثل، خص يكون الحضور قوي. تبارك الله عليك. شاركتي في المسلسل ديال وجع سراب اللي هو شافوا المغرب كامل تبارك الله. عاودي لنا شويه تجربه عليه بصراحه. بالاعمال اللي كنعتز بها، ومخرج سي شفيق السحيمي مبدع خصنا نفتخروا به. وانا مثلت معاه في الثلاثيه اللي هي العين المطفيه في الاول، ومن بعدها وجع التراب، ومن بعدها تركت البطاش. وجع التراب بالاخص لانه كان كيدور في الباديه تبارك الله. وانا هي عملت بلاصه مثلتو. ايوا مثلنا في النواحي ديال ما بين سيدي قاسم ومكناس ياك، ومثلناه كذلك في هذا سميتو فين كان هذيك عيد الحسن ولا عيد الحسن يعني شي مسائل ديال الباديه وكان انتقال. وانا الوحيده الشخصيه الوحيده في المسلسل اللي من المدينه، وهما كيتسناوني نجي عندهم انا، وانا اختو الصغيره في المسلسل، انا اختو الصغيره زعما قاريه وداك الشيء، وكنجي عندهم تيشكيو ليا، وهذا كانت متعه بصراحه. كانت متعه وكانت واحد التجربه جميله جدا. وكثر الناس لان كان واحد الاقتباس مغربي داروا حتى مغربيات، وهذا الشيء راه خصنا نبقاو نعرفوه ويكون هو المقياس ديالنا، باللي حنا واخا كنتقدموا ولا ما عرفت فين كنمشيو ولا كتبقى عزيزه علينا حتى مغربيات ديالنا. تيبقى واحد تمشي تاكل فين ما بغيتي كيبقى عزيز عليك الطاجين، كيبقى عزيز عليك داكشي اللي كنديروا في العيد الصغير وفي العيد الكبير، فهمتيني؟ تبقى داكشي في الداخل ديالنا، تيبقى وزوين داك العام. تبارك الله عليك. ديال الساحه الفنيه ما بقيناش نشوفوك في الاعمال مؤخرا، علاش؟ ما عرفتش انا شنو هي المقاييس ولا ما عرفتش علاش، ولكن انا مفتخره. كيعيطولكش؟ كيعيطولكش؟ لا كيعيطوا، ولكن خصك تعرف داكشي واش تيناسبك ولا ما يناسبكش. راه عطا الله، راه بغيتي تبقى غير تبان راه ما كاين ما تجلسش، فهمتيني؟ ما تجلسش. ولكن انا تنقول اش بغيت بالدور الباهت يعني كي درتيه كي ما درتيش ما غيماركيش. بحال شي لاعب كيلعب في التيران غير تيمشي من بورطو لبور من مرمى، ولكن انت تعرفي هي تشوفي الحاجه تعرفيها واش تماركي ولا ما تماركيش. وي الدور حنا تنقراوه وتنفهموه، وكتكون مع المخرج كتكون اضافات وانت كتشتغل عليه. بحال دابا انت هذا البرنامج ديالك تبارك الله راك تشتغل عليه ضروري. ايوا شنو على غير غادي تجي انت تبقى هنا كتهضر وداك الشيء، ولا كتستافد من هذا الحلقه ديال اليوم وكتحسن نفسك في الحلقه الاخرى وكتحسن نفسك سي كوم سا. اما باش نبقى نطلع غير باش نبان، الحمد لله ما كاينش داك. دوزنا لا كارير، وعندنا الفنان بعدا ما عندوش واحد لاج فين تيحبس فيه. فنان تيقول لك تنموت. تشوفي دابا انت ناس بديتي تبارك الله فنانه كبيره وقديمه في الفن، شنو تيبان لك في هاد الفنانه دابا هادو جدادين وهاد الفنانه اللي تيدخلوهم في مثلا تيكون تيدير انستغرام ولا وتيدخلوه يبقى يمثل حتى هو وما تيعيطولكش انت كيفاش باش تحسي انت تلقاي اخر ماشي الدور ديالو مدخلينه هو الدور ديالك باش تحسي؟ اولا خصها تكون واحد القوانين اللي نحترموها. شنو هي القوانين؟ هي مثلا المغني الا بغى يمثل
خصو يكون كينتمي للنقابه ديال الممثلين. ممثل مثلا اذا بغى يغني حتى هو يكون عنده واحد الانتماء وتكون عنده واحد القواعد محترمه. اما الا كان الابداع، اما الا كان جو ديال الموهبه انت ما كاين حتى شي مشكل. اما باش نستعن مؤثرات ولا مؤثرين ما عندي معاهم حتى مشكل بطبيعه الحال. فين ولا الابداع؟ صافي نعيط لك انت تجي تتمثل معايا في واحد الفيلم باش نطلع لي فيه. على حنا خاي شحال هاد المسلسلات اللي ذكرتيهم وهاد الاعمال اللي باقا لاصقه في الناس الكبير والصغير، كانت هاد المشاهدات، كانت الخدمه واللي عنده ما يقول تيقولوا، وكان التمثيل بصح، وكان الاحترام. ماشي ما كاينش دابا الاحترام، دابا وقت واحد اخر عاوده. ولكن الوقت هذا كله يبقى في المجال ديالو. الحلقه مزيونه وتبارك الله عليك وشرفتينا. اخر كلمه تقولي للبرنامج دودو والجمهور ديالك اللي تيبغيوك، شنو تقولي لهم من هذا المنبر هذا؟ دابا صافي الجمهور دودو راه ولا حتى هو الجمهور ديالنا. بحال فايتني بالصبر وصافي. دابا لا صافي كلشي جمهور زوين، كله جمهور زوين، كلهم الناس وحنا بحال العائلات، كلشي وحنا المغاربه تيشجعونا. انا مثلا في مهرجان مراكش هذه ديما كنبغي نقولها ونعاودها، راه كيجيو داك الفنانين اللي كنقولوا من العيار الثقيل بلا ما نقولوا الاسماء، ما عرف شكون هو، روبير دونيرو، ما عرف كاترين دونوف، ما عرف شكون داك العجب، كيجيو مرحبا بهم فوق راسنا. ولكن ملي كندوزو حنا فوق البساط الاحمر تتسمع الفنان ديالنا الفنانه ديالنا كيحسبونا ديالهم من عندهم، والصلاه والسلام على رسول الله والتشجيعات وداك الشيء جميل جدا. ومغاربه الخارج انا كنشكرهم من عندك، وكنقول لهم الله يعطيكم الصحه، شحال تيبغيونا شحال تيشجعونا. وملي كنمشيو في شي جوله مسرحيه كيفاش مساكن تيفرحوا ملي كنتلاقاو معاهم. الجمهور هو التاج اللي كندير فوق راسي، واللي كنشارك معاه كل شيء، واللي كنبغيه، واللي جمهور فنان اعطيه المعقول باش اعطيه الصح. احترمه وخليك في المستوى يفتخر بك. تبارك الله عليك. سيري عليه تيراش.